الموضوع اللي بغيت نتكلم عليه اليوم وهو واحد الضجة على واحد الفيلم مغربي اللي فاز بالجائزة الكبرى في المهرجان الوطني السابق بطنجة، اللي هو فيلم زنقة كونتاكت للمخرج والمنتج إسماعيل العراقي. لماذا؟ لأن هذا الفيلم هذا استعمل موسيقى لمريم بنت الحسن، اللي بطبيعة الحال هي توفت، ولكن هي مغنية مساندة للبوليزاريو. أولا، لا مزايدات على القضية الوطنية، ثم المكتسبات الوطنية على رأسنا وعنا، هذه المسألة فضينا منها. ولكن هذا الفيلم هذا عن قصد، ولا أعتقد غلطة فادحة في توظيف موسيقى لواحدة ناشطة كانت مع جبهة البوليساريو. فأظن أن هذا الأمر هذا شي شوية حساس. ف كان طبيعة الحال البيان لا ديال المركز السينمائي المغربي ولا البيان ديال السي اسماعيل العراقي والإنتاج ديالو أنهم جوج ديال البلاغات وبيانات اللي ربما كان ممكن تفاديها لو كان شوية ديال الطريوت. كيف؟ أنا أرى مثلا كسينمائي وكنفهم شوية في السينما، فربما كان نداء على سي اسماعيل وكذلك ذاك الفيلم باش يصحح الموسيقى ديالو، ثم تفوت الأمور بخير وعلى خير. وثم لأن هذا الفيلم أولا فائز بالجائزة ديال المغرب، ثم هذا المخرج المنتج مغربي، الممثلين مغاربة، إذن هذه المرميطة راها مغربية وغادي تبقى مغربية. فيها غلط طبعا، غلط فادح، ولكن كيفاش تصحو، كيفاش ترجع الامور الى مجاريها بواحد الطريقه اللي هي لبقه، بواحد الطريقه اللي ترضي الجميع، وبواحد الطريقه اللي ربما حتى الناس ما يكسبولهاش الاخبار او لا ما ديرش ضجه. ثم نعطي انا كره للخصوم باش يلعبوا بها، لان انا دائما كنقول القضايا الوطنيه، القضيه الجوهريه راها لا تنازل ولا جدال فيها. فالصحراء مغربيه والمغرب في صحراء والصحراء في المغرب، انتهى الكلام. ولكن لابد ان نحتاط باعطاء بعض الهدايا لناس المتربصين بهذه القضيه المغربيه وكي يلعبوا بها. فهذه المساله ديال توظيف موسيقى ديال مريم بنت الحسن المواليه لجبهه البوليزاريو، وانها توفات بعدا في 2015، فهذا الامر هذا كان ممكن الحل ديالو. انا طبعا اراه خطا فادح، خطا في الانتاج، لان انا اقول دائما على ان الموسيقى للفيلم او الموسيقى التصويريه فهي حرفه. ما نبقاوش نناقشوا كما هو الاخراج، كما هو الانتاج، كما هو التشخيص، كما هو كل واحد والوظيفه ديالو. المسائل التقنيه خليوها للتقنيين فهم يفهموا فيها، ثم الاستشاره. فكملتي الفيلم عرضوه على الناس اللي يفهموا في الموسيقى، اللي يسمعوا ربما غادي يقولوا لك لا هذه الموسيقى راه ديال شي وحده كيفاش. على اي انا ارى من جهتي ان هذا المعضله، هذا المشكل كان يمكن له يتحل بطريقه لبقه، بطريقه جديه، لان مادام الفيلم راه فيلم مغربي اللي نتجوه ويشخصوا فيه راهم مغاربه، فتوقع غلط يوقع، ولكن ماشي بالطريقه ديال نكبروا هاد من الحبه قبه ونديروا كذا. لا انا مع السهله مع الامور، لان غادي يبقى فيلم مغربي نصحوا نديروا هو اللي كيتحكم فيه لحد الان، لان في التوزيع ديالو او لا في المشاركه ديالو في المهرجانات او في المحافل الدوليه. اذا هذا رايي، ونتمنى على ربي ان الامور تكون بالهذيان. تحياتي.